من أصعب الحالات اللي بتجيني وبجد بتوجع قلبي الناس اللي مأذية من الابتزاز العاطفي. الابتزاز العاطفي ليه تأثيرات صعبة جدا على حياتنا. تعالوا نعرف ايه تأثيرات الابتزاز العاطفي على حياتك النفسية. زيادة القلق والتوتر. الابتزاز العاطفي بيسبب مستويات عالية جدا من القلق والتوتر بسبب التهديدات المستمرة اللي بتتعرض لها في الفترة دي. 2. فقدان الثقة بالنفس. الابتزاز بيضر جدا الثقة بالنفس، بيدمرها. زي ما احنا عارفين ان الثقة دي هي اهم اسس العلاقات الصحية او العلاقات الصح. طب لما يتم لمسها من حد او حد يخليك تفقد ثقتك بنفسك بتبقى العلاقة غير مستقرة وغير امنة اصلا. 3. انخفاض تقديرك لذاتك وانخفاض قيمتك الذاتية. غالبا الشخص المتضرر من الابتزاز ده بيحس بانخفاض شديد جدا في تقدير ذاته، لانه بيجبر على انه ياخد قرارات ضد ارادته. ومع مرور الوقت ممكن توصل لمشاعر العجز وانخفاض الشعور بالمسؤولية وما يبقاش عنده مسؤولية لشخصه هو. 4. الضعف العاطفي. وهنا بقى المتضرر بيحس بالعبء العاطفي وكأنه شايل حجر، يحس بالألم والغضب من وضعه ده، وده بيوصله للاضطراب العاطفي. 5. وآخر حاجة تأثيره على جودة العلاقة. بيأثر على جودة العلاقة بشكل عام، لأن الابتزاز العاطفي ده بيسبب التلاعب والإكراه في العلاقة، فيخليها تميل للقوة والسيطرة بدل الحب والاحترام والمحبة. خلي بالك فخ الابتزاز العاطفي لأنه فخ مؤذي جدا حتى بعد الخروج منه. خليك فاكر أنت تقدر تطلع منه.